أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص والحصري مع اللواء الركن مطلق بن سالم الأزيمع قائد قوات درع الجزيرة المشتركة. في البداية هل من نبذة مختصرة عن فعالية قوات درع الجزيرة؟ قوات درع الجزيرة فهي قوات مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد مرت بثلاث مراحل: مرحلة التأسيس، ثم مرحلة التقييم، وهذه جاءت بعد تحرير دولة الكويت، ثم المرحلة التي الآن نحن نعيشها وهي مرحلة التطوير، وقد بدأت في نهاية 2007 بقرار من المجلس الأعلى اللي هو أصحاب الجلالة والسمو، ولا زالت هذه المرحلة مستمرة وستستمر بإذن الله. ما هي المهام الموكلة لقوات درع الجزيرة، وهل شاركت القوات لحد هذه اللحظة في عمليات على الأرض؟ قوات درع الجزيرة سبقا أكدنا على أمرين هامين. الأمر الأول أنها دخلت إلى مملكة البحرين بموجب معاهدات واتفاقيات وأنظمة متفق عليها، وبدعوى كريمة من القيادة بمملكة البحرين. وأمر دخولها يعني دولها فقط، ولا يحق لأي أحد أن يحدد من أين نأتي ولا أين نذهب سوى قادة دول مجلس التعاون، طالما أننا نتحرك في دول مجلس التعاون، طالما أن أبناء مجلس التعاون يتحركون في محيطهم، من يحدد أين ومتى هم قادة دول مجلس التعاون. الأمر الثاني هو مهمة قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين، وهذه تحددت من القيادة العسكرية والسياسية في مملكة البحرين، هي تأمين المراكز العسكرية الرئيسية من قواعد بحرية وجوية ومعسكرات خارج المدن، وليس لها أي دور، سبق وأن قلنا ليس لها أي دور في شأن الأمن الداخلي. وأنا الحقيقة أستغرب من تكرار هذه الأكاذيب. مملكة البحرين محدودة المساحة والتقنية عالية في مجال الأقمار الصناعية، لا يخفى شيء. الهيئات الدبلوماسية موجودة، والملحقين العسكريين والناس موجودة، ولا يستطيع أحد أن يثبت عكس ما قلنا، ولن يستطيع، لأننا قلنا الحقيقة ولن نقول غير الحقيقة. إذا لم تشارك قوات درع الجزيرة لحد هذه اللحظة بأي عمل عسكري على الأرض؟ بل أضيف أن قوات الدفاع في مملكة البحرين والمخصصة لدرع الجزيرة لم تشارك هي أيضا، وهي معنا في الشأن الخارجي، وهي معنا ضد أي تدخل أو تهديد خارجي. هل اشتركت جميع دول مجلس التعاون بدرع الجزيرة المتواجدة الآن في البحرين؟ قيادة قوات درع الجزيرة وقوات درع الجزيرة تلقى الدعم الكامل والتأييد الكامل والمساندة الكاملة من جميع دول مجلس التعاون، سواء على الجانب السياسي أو على الجانب العسكري، يعني سواء من القيادة السياسية أو القيادة العسكرية. والدليل على هذا أن لعام 2011 والذي نعيشه تم توقيع تعميد اعتمادات مالية لشراء وتأمين أجهزة اتصالات بالغة التقنية لربط قوات درع الجزيرة في دول مجلس التعاون بملايين الدولارات، كما أيضا تم رصد ودفع ملايين الريالات لإنشاء
قيادة قوات درع الجزيرة التي تتوفر فيها كل المتطلبات الإدارية. أيضا تم تفعيل عناصر إسناد القتال، طائرات هليكوبتر مقاتلة واستطلاع ونقل، وحدات حرب إلكترونية، المدفعية، كلها هذه أضيفت لعام 2011 بقرار أيضا مفعل من المجلس الأعلى. يعني نفهم من هذا أن الجميع قد اشترك. قيادة قوات درع الجزيرة والتي تستمد أوامرها من القيادات العسكرية في دول مجلس التعاون هي منظومة متكاملة من كوادر ضباط وأفراد من دول الست. إلى متى يمكن أن تبقى قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين؟ قوات درع الجزيرة لم يأتي منها إلا القليل. قوات درع الجزيرة قوات تدخل سريع وقوات مخصصة وتساندها قوات داعمة. قوات الداعمة هي جميع القوات المسلحة في دول مجلس التعاون وفق الحاجة، وفي حالة انتفاء التهديد الخارجي نحن تحت القيادة العسكرية لمملكة البحرين. هل من رسالة أخيرة لمن يسمعك من خلال قناة العربية؟ الرسالة الأولى نقولها لمن يحبنا: نحن بخير، وقوات درع الجزيرة المشتركة بخير، وقوات دول مجلس التعاون الخليجي بخير، وممكن أن يكون لنا رأي هنا ورأي هناك، لكننا في مسألة المصير المشترك رأينا واحد. والرسالة الأخرى نوجهها لمن لا يحبنا ونقول له: لدينا توجيهات من قياداتنا العليا بأننا أدوات خير وأمن وسلام، وأننا لا يمكن أن نعتدي، لكننا في نفس الوقت لا نسمح لأحد أن يعتدي علينا. شكرا. أعزائي المشاهدين، في ختام اللقاء الخاص مع اللواء الركن مطلق بن سالم الأزيمع قائد قوات درع الجزيرة المشتركة في البحرين، نلتقيكم في حلقة قادمة. شكرا لكم.